التنظيف. هاخد فتلة الخيط كده اللي انا سايباها زيادة، وهلضم الابرة عادي، الابرة العادية بتاعت التنظيف بتاع الخيط بتاع الصوف. في بيبقى منها ابرة معدن، وفي بيبقى منها ابرة بلاستيك عادي. هاجي بقى كده اول غرزة مع اول غرزة هاخدهم، طبعا هشيل الماركر خلاص ملوش لازمة كده، مش محتاجاه، هي الغرزة باينة ومعروفة. بصوا شايفين انا عندي هنا ايه حلقتين وهنا حلقتين. هاجي هدخل الابره تحت الحلقتين الاولانيين كده، مكان ما انا لضمه الابره، مكان ما انا اخر حاجه وقفت عندها، والحلقتين اللي في وشهم على طول اللي قبالهم على طول هروح واخداهم مع بعض كده، واروح عامله ايه غرزه، وبرده هروح لفه الخيط تاني وادخله وهعمل غرزه تانية عشان خاطر اثبت بس الخيط بتاعي يبقى ايه متين من الحرف. تمام بالشكل ده بقى. هاجي بقى بصوا تحت الحلقتين من هنا وتحت الحلقتين من هنا، واروح مدخله الخيط بتاعي كده معديه الناحيه التانية، وبرده من الناحيه دي برده هدخل تحت الحلقتين دول والحلقتين دول، واروح معديه الخيط من الناحيه التانية. بصوا شايفين هنا 20 غرزه وهنا 20 غرزه بالتساوي كده مع بعض، هتلاقيهم ايه مظبوطين مع بعض. هدخل الابره كده تحت الحلقتين من هنا تحت الحلقتين من هنا بالشكل ده، واروح سحبه الخيط بتاعي، واجي الغرزه اللي بعديها الغرزه اللي جنبها على طول منين ما انا وقفت، اروح مدخلاها ومعديها الناحيه التانية. بس هفضل بقى كده اشبك كل غرزتين قدام بعض كده بنفس الطريقه كده لحد ما اخلص الجنب كله بالشكل ده. شايفين يا حبايبي وصلت لاخر السطر اهو. خدت كل غرزة مع الغرزة اللي قبالها على طول اهو، بخيط الغرزة دي مع الغرزة دي بالشكل ده لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي اخر غرزة معايا اللي هي قبل العلامة على طول. هشيل الماركر خلاص بقى كده انا مش محتاجاه. هاخد بقى الغرزة الاخرانية دي برضو كده بالشكل ده، وهلف برضو عليها الخيط زي ما عملت من بره كده، زي ما عملت في اول غرزة عشان خاطر اثبتها بس كده بالشكل ده. هاخد بقى جزء واعمل عقدة. شايفين المنظر بتاعها ده كده من جوه الخيطة بتاعتها كده داخلية، وبصوا من بره الخيطة نضيفة وجميلة ازاي. شايفين هعمل ايه بقى بعد كده؟ هاخد جزء بقى من الخيط ده انضفه تحت الشغل كده عشان خاطر اقص الزيادة بتاعتي عشان ملهاش لازمة. بصوا بطريقة كده في وسط الشغل كده من غير ما ابين الخيط خالص، ادخله بالراحة كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. طريقة التنظيف بكل بساطة خالص ما فيهاش مشكلة خالص. هفضل بقى ادخل الخيط بتاعي تحت الشغل كده في وسط العواميد لحد ما اخد جزء حلو كده، وبعدين اروح عاملة عقدة واروح قصة الخيط. دايما بحب ان انا اعمل عقدة في الخيط الصوف بالذات عشان خاطر ما يفلتش، بيبقى شكله مش ظريف. فلما كده لما بيتعمل عقدة ما بيفكش تاني وما بتبقاش باينه، بتبقى داخليه طبعا ما بتبقاش باينه. عقده بسيطه كده خالص.
بالشكل ده. خلاص. وبكده انا ثبت الكتف ده مع الكتف ده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. انا ثبته كده بقى بالمنظر ده اهو. ده من جوه كده، ودي الخياطه الداخليه، ودي الخياطه الخارجيه. الخياطه الخارجيه اهي اللي هي المفروض هتبقى اللي بره مش باينه خالص اهي. هعمل بقى ايه، هسيبكم واروح اعمل الجزء التاني ده برضو نفس الفكره كده ونفس الطريقه برضو. هخيطه وارجع. بعد ما خلصت تثبيت الكتف بقى من الناحيه دي، هنيجي بمرحله تثبيت الكم. هعمل ايه؟ انا طبعا انا عامله 62 غرزه. هاجي في النص، وبصوا انا سايبه الفتله دي عشان تعلمني تخليني اعرف الوش من الظهر. سايباها كده، وبعد كده هنضفها بعد ما اثبت الكم بتاعي. بصوا هاجي هنا طبعا انا معلمه في النص بالظبط العلامه بتاعتي. هاجي برضو في نص البلوفر كده من عند الخياطه اللي انا خيطتها، وهشبك البلوفر بتاعي بالماركر. هشبكه من النص، وهشبكه من الحرف ده، وهشبكه من الحرف ده، عشان بس برضو وانا بخيطه ما يوربش مني كده. عملت ماركر من الناحيه دي، والناحيه التانية برضو هعمل لها ماركر. هركب برضو الماركر هنا الناحيه دي كده برضو عشان اثبت الكم، عشان ممكن لما اجي اخيطه يتشد معايا يتعوج ويبقى منظره مش ظريف. هاجي هنا برضو في اول غرزه عندي، وهشبكها كده من غير ما امط الناحيه دي ولا الناحيه دي بالشكل ده كده. انا ثبته مؤقتا على بال ما اخيط. هاجي بقى هجيب حرف الخيط اللي انا سايباه والضمه في ابرة التنظيف. هلضمه بإبرة التنظيف بالشكل ده. هاجي بقى فين؟ بصوا الغرزة بتاعتي اللي انا كنت اخر حاجة خارجة منها، هدخل فيها تاني. وهاجي طبعا هنا انا عندي غرز الحشو في حلقتين باينين هخيط فيهم، انما الناحية التانية جنب العمود ما بيبقاش فيه حلقات. فانا هحاول ان انا اظبط ايديا كده عشان خاطر اخيطه اهو. الاول هعمل عقدة كده زي ما عملت الناحية التانية عشان اثبت بس الخيط بتاعي بالشكل ده. تمام. هاجي هنا هاخد غرزة الحشو واخيطها دي بقى زي السراجة، مش زي خياطة الاكتاف. خياطة الاكتاف كان فيه هنا حلقات وهنا حلقات، لا الناحية دي بصوا هعملها سراجة. يعني مثلا العمود اللي بالعرض ده هعمل فيه غرزتين، هاخد معاه غرزتين، وغرزة الحشو اللي بين العمود وبين العمود هاخدها في غرزة. تمام. هدخل بقى في قلب العمود نفسه كده، في جوه الغرزة نفسها بالشكل ده. هدخل الابرة بتاعتي شايفين، وزي السراجة بقى من فوق كده هروح لفة ايدي واروح مدخلة في العمود. هعمل غرزتين في العمود قدام الغرزتين الحشو اللي قدامي، وغرزة الحشو قدام غرزة الحشو بالشكل ده. شايفين؟ هاجي بقى غرزة العمود اهي، هدخل كده في وسط في وسط العمود نفسه بالشكل ده، وغرزة الحشو اللي قدامه على طول هاخدها واعمل واخيط سراجة كده من فوق كده بالشكل ده. واللي بعدها برضو في غرزة العمود، وبعدين غرزة الحشو. هفضل ماشية كده حبايبي بقى زي ما انتوا شايفين كده، اخيط العمود في غرزتين حشو، واخيط غرزة الحشو في غرزة الحشو اللي قدامها لحد ما اوصل لحد ما اوصل لنهاية الكم. بصوا هقلب الكم بقى كده عشان اعرف امسكه، عشان اعرف املكه، وهبدأ بقى اخيط كده بنفس الطريقة سراجة كده اهو. هدخل الابرة كده في العمود، هدي غرزة في نص العمود، وغرزة في غرزتين في العمود وغرزة في الحشو بالشكل ده. اخد غرزتين حشو مع العمود، وغرزة الحشو قدامها غرزة حشو. تمام. لحد ما اخلص الكم كله بنفس الطريقة كده.
انا عدلته كده بس عشان خاطر ايه اقدر اتحكم فيه، عشان خاطر المساحة بس ضيقة بالشكل ده. وصلت للنص بتاعي مكان الماركر، هشيله بقى خلاص وخيط عادي في نفس برضو ايه العمود اهو. هدخل كده في قلب العمود واشتغل، ادي الغرزة دي. وبعد كده هاجي في الحتة اللي هي فيها الوصلة بتاعتي او الخياطة بتاعتي، برضو هاخد غرزة فيها كده بالشكل ده عشان خاطر ايه اهو. واخد الغرزة التانية اشبكها برضو في غرزة الحشو اللي بعديها بالشكل ده. هفضل بقى اثبت الايه، اثبت الكم كله بنفس الطريقة. برضو هاخد عقدة في الاخر كده عشان اثبت الخيط بتاعي بالشكل ده. وده شكل الكم بعد ما خلص يا حبايبي. الخياطة بتاعته من بره لما نقلبه من بره هيبقى كده، ودي الخياطة الداخلية بتاعته بالشكل ده اهو. بعد ما نخلصه بقى ان شاء الله هنقلبه كده هيبقى بالشكل ده، شايفين؟ طبعا لسه كمان انا هنخيط الكم، بقيه الكم من جوه هتبقى برضو هنقلبه ونكمل الخياطه بتاعته من جوه برضو، بس انا بعدله لكم كده بس عشان اوريه لكم. هيبقى كده تمام. هروح بقى اركب الكم التاني. وبعد يا حبايبي ما خلصت الكم التاني بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو، هعمل ايه بعد كده؟ فاضل بقى الخياطه بتاعت الجناب هنخيطها ازاي. هاجي بقى بصوا انا كده قلبه البلوفر على ظهره برضو لسه. هاجي كده، هاجي طبعا من عند حردة تحت الباق كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي، همسكها بماركر كده على اساس انها برضو ما تتوربش مني وانا بخيط، تبقى مظبوطه. هاجي بقى اخد الخياطه ازاي، هخيط من اول الاسوره بتاعتي، هفضل اخيط كده بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم كده بالظبط. همشي كده 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 لحد ما اوصل لتحت الباط، وبعد ما اوصل لتحت الباط هكمل لحد تحت بنفس الطريقه اهو. نفس الطريقه برضو هنا، برضو هخيط هنا برضو كده. هاجي من عند الكمام او العكس، يا اما من تحت لفوق يا اما من فوق لتحت. هنبتدي نعمل حردة الرقبة يا حبايبي. هنعمل ايه؟ همسك الخيط كده وهعمل ايه حلقة البداية، عقدة البداية اكني هشتغل ايه من اول وجديد بالشكل ده. هاجي هنا بصوا مكان الخياطة بتاعتي اللي هي في الكتف، هسيب الخياطة وبعد الخياطة من ورا كده هدخل في الايه في الغرزة اللي بعديها على طول، عشان خاطر الوصلة بتاعتي تبقى من الحتة دي وما تبقاش باينة. هدخل كده تحت الايه تحت الحلقتين كده اهو. طبعا الجزء اللي هو ورا ده في حلقات غرز الحشو باينه فيها، فانا هدخل كده تحت الحلقتين اسحب الخيط
واعمل سلسلة، وبعدين اعمل سلسلة تانية 2 3 بالشكل ده، واخد الخيط البداية معايا، هلف الخيط على الابرة وهدخل في كل حلقة من الحلقات بتاعتي، تحت كل حلقتين من الحلقات بتاعتي غرز الحشو كده هشتغل ايه عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة وهدخل بالشكل ده كل غرزة من الغرز بتاعتي بتاعت الغرز الحشو، وهعمل في ايه فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة كده وهدخل تحت الحلقتين واعمل ايه غرزة عمود بلفة. طبعا هنا عندي هنا الغرز واضحة اللي هي غرز الحشو اللي انا كنت عاملاها في الظهر، هشتغل فيها عادي لحد ما اوصل للايه للخياطة الناحية التانية. واخد الخيط، طبعا انا واخده الخيط معايا تحت الشغل اللي هو الخيط اللي انا لسه لضماه دلوقتي. كل غرزة من الغرز بتاعتي اعمل فيها عمود بلفة. خيط البداية بتاعي اهو همسكه، انا خلاص خدت جزء كبير جوه تحت الشغل، همسكه وهحاول ان انا اسحبه كده واعمل عقدة فيه بالشكل ده عشان خاطر ايه اثبته تحت الشغل اهو وما يفكش تاني مني. بس واقص بقى الزيادة عشان ايه وانتي شغالة كده اللي تقدري عليه ان انتي تعمليه تنضفيه وانتي شغالة اعمليه علشان ايه ما تتعبيش بعد كده في الشغل. هكمل بقى بعد كده غرزة فوق كل غرزة لحد ما اوصل للايه للخياطة بتاعتي بتاعت الجنب التاني بالظبط. شايفين الغرز بتاعتي اهي، في غرزة فوق كل غرزة. اخر حاجة اهي الخيطة اللي في النص هعمل برضو عادي في الخيطة اللي في النص دي، هدخل كده بالابرة بتاعتي فيها واعمل عمود بلفة عادي بالشكل ده. بعد كده حبايبي هيقابلني العمدان اللي هي بالعرض اللي هم الاربع صفوف اللي انا كنت ايه اللي انا كنت عاملاهم. طبعا انا كده ما عنديش حلقات، هشتغل في كل عمود غرزتين عمود بلفة، غرزة الحشو اللي بين العمود والعمود هشتغل فيها غرزة ايه غرزة عمود بلفة بالشكل ده. الدوران اللي هو بتاع الايه بتاع الكتف ده هو اللي هشتغل، هو ده الوحيد اللي مش واضحة معايا الغرزة بتاعته. هشتغل فوق كل عمود غرزتين، وفي غرزة الحشو غرزة ايه غرزة حشو غرزة عمود. هاجي بعد كده بقى الجزء اللي هو الدوران التاني ده هلاقي الحلقات بتاعتي باينة، هشتغل في كل ايه فوق كل حلقتين عمود بلفة لحد ما اوصل للمكان اللي انا ابتديت منه اهو بالشكل ده. بصوا الحلقات طبعا هنا باينة اهي، بشتغل فيها اي حلقة بتقابلني بشتغل عمود بلفة فوقيها. الجزء بس اللي مش واضح اللي هو في الجناب الاربعة اللي انا عاملاهم، الاربع صفوف اللي عملتهم من الكتف ده والكتف ده، هوجد لنفسي مكان بقى واظبط الدنيا كده واعمل العمدان فيها. هفضل برضو ماشية كده غرزة فوق كل غرزة لحد ما اوصل للناحية التانية الكتف التاني بنفس الطريقة. برضو هشتغل برضو فوق العمود، فوق كل عمود هشتغل غرزتين، وفي غرزة الحشو هشتغل غرزة لحد ما اوصل لمنطقة البداية لغرزة البداية. خلاص انا وصلت للايه للكتف اهو، هعمل في الزاوية عمود بلفة بالشكل ده، واشتغل بقى في كل عمود عمودين، ادي واحد ادي اتنين فوق العمود، وفي غرزة الحشو هشتغل برضو ايه عمود، هدخل كده في غرزة الحشو اللي بين السطور وهعمل فيها عمود بالشكل ده.
يبقى كده الصف التاني وصلت له. برضو هعمل عمود ادي 2 بالشكل ده كده. وصلت ايه وبعدين غرزة الحشو، وبعدين هيبقى عندي الغرزة اللي هي بتاعت البداية. الاول هعمل غرزة في النص كده في المنتصف اللي هو مكان الخياطة بتاعتي بس، واقفل بمنزلقة بقى في سلاسل الارتفاع اللي انا ايه اللي انا عاملاها. هاجي في سلسلة الارتفاع كده بالشكل ده واروح قافلة بايه بمنزلقة. هسحب الخيط شايفين ده كده اول ايه اول سطر معايا. بدأت الايه بدأ الصدر يلم اهو، الكولة تلم معايا. هشتغل بقى سطر تاني بريد امامي بريد خلفي زي الايه زي القمر وزي الاساور بتاعت الكم. في كل عمود كده فوق كل عمود اعمل اول واحد ايه بريد امامي. هرتفع بثلاث سلاسل الاول، وبعدين هعمل بريد امامي، وبعدين بريد خلفي، بريد امامي، بريد خلفي، بريد امامي، بريد خلفي، بريد امامي، بريد خلفي فوق كل عمود بشتغل غرزة. طبعا هتبقى كده هخلص السطر كله. خلصت السطر يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. فضلت ماشية عمود امامي عمود خلفي لحد ما لحد ما وصلت المكان البداية بتاعت السطر بتاعي. هعمل بقى اخلص اخر غرزة معايا اهي عمود خلفي بالشكل ده. وهاجي بعد كده هقفل السطر بتاعي في سلاسل الارتفاع. هاجي هنا في اول سلسلة واروح سحبة الخيط واقفل بمنزلقة. طيب هبتدي السطر الجديد بقى. ادخل كده تحت العمود الامامي بالشكل ده، اسحب الخيط واعمل غرزة 2 3 وده هيبقى بالنسبة لي عمود امامي. وبعد كده هدخل في العمود الخلفي اللي بعديه على طول، اعمل عمود خلفي وبعدين عمود امامي فوق الغرزة العمود الامامي امامي، وفوق العمود الخلفي عمود خلفي بالشكل ده. عمود امامي فوق العمود الامامي عمود خلفي فوق العمود الخلفي، ده العمود الخلفي اهو فوقيه عمود خلفي، والعمود الامامي فوقيه عمود امامي. هخلص بقى كده بنفس الوضع كده لحد السطر ده كمان لحد ما اوصل للاخر، وبعد كده ايه هنقفل السطر مع بعض. خلصت السطر يا حبايبي وصلت للاخر اهو. هاجي بقى هقفل بمنزلقة في سلاسل الارتفاع بتاعتي بالشكل ده، واسحب الخيط اخد غرزة تأمين كده واسحب الخيط وهقصه كده واسيب جزء ادخله جوه الايه جوه الخيط بتاعي. وبكده بصوا الشكل النهائي بتاع حردة الرقبة بتاعتي لمت اهي وبقت معقولة. لو انت شايفاها ان انت مثلا وصلتي للمرحلة دي ولقيتيها عايزة تلمي اكتر من كده ممكن تعملي دور تاني. انا بالنسبة لي كده معقول. انت لو انت حابة ان انت تضايقيها اكتر ممكن تعملي دور تاني مفيش مشكلة خالص. هلضم بقى الابرة بتاعتي وادخل الخيط ده في قلب الشغل بالشكل ده كده. هدخل كده في وسط الغرز بتاعتي واروح مدخله الايه الشغل الخيط بتاعي. دخليه باي طريقه تعجبك بس المهم ان هو ما يبقاش باين. هعمله وهعقده برضو
زي ما بعقد الخيط على طول عشان خاطر ما يفلتش مني وخلاص. هشد الفتلة كده وخلاص، واقصها بقى، اقص الزيادة دي. وبكده حبايبي انا خلصت البلوفر، وده الشكل النهائي بتاعه زي ما انتم شايفين يا حبايبي. يلبس من كام؟ يلبس من 65 كيلو ل70. ده مقاسه لارج. والكولا بتاعتك لو انت عايزه تضيقيها ممكن تعملي سطر تاني زي ما انا قلتلك بالشكل ده. ولو حابه تلعبي في المقاس تصغريه او تكبريه، ممكن تمشي على خطوات غير الخطوات بتاعتي دي. تقيسي بمزوره، او تجيبي تيشيرت من تيشيرت الشخص اللي انت عايزه تعملي له، وتقيسي وتعملي بالظبط على قده. يعني تعملي الظهر وتعملي الوش على قد التيشيرت كده وتقيسيه. زي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي بتاعه. البلوفر ده اخد مني نص كيلو خيط بالظبط. فضلا وليس امرا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.